اهلا بيكم وفيديو جديد وريفيو جديد. النهارده جايالكم بحاجه من روايح الزمن الجميل. عارفين انتوا اغنيه يا رايح الزمن الجميل عفافي؟ عطر كلاسيكي بالدرجه الاولى، عطر الاشد اثاره على الاطلاق، عطر شرقي، عطر فروتي، عطر يعني ندخل في اسم البرفيوم على طول. بصوا، انا لو هاجي اقول يعني لو هنسأل سؤال، كل واحد او كل واحدة تقول نوع البرفيوم اللي بتعبر عن شخصيتها او اللي بتنم عن شخصيتها، انا هختار البرفيوم دي. انا بعشقها بصراحة، وهي تستاهل ان هي تتعشق، لان هي يعني حاجة كده من الحاجات مبهرة، حاجة كده من الحاجات اللي بجد ما محدش يندم ان هو اشتراها. وانا بحب اللاين ده جدا. يعني انا الاديشن ده تحديدا من النهارده نخش في الموضوع، يعني هو الكارتيه. طبعا كلنا عارفين الكارتيه ودار كارتيه، وطبعا هي دار مجوهرات. لكم أن تتخيلوا لما يكون مصمم البرفيوم ده أو العطر ده دار بتصمم المجوهرات. مجوهرات مجوهرات يا جماعة. طيب، حد عمل مجوهرات وتفنن في ان هو يصمم تفاصيل مجوهرات والكلام اللي هو ذهب، ياقوت، مرجان، الحاجات الثمينة العريقة، لما تطلع من دار مصممة المجوهرات، فبكل ثقة حاجة يعني أكثر جراءة، أكثر غموض، أكثر إثارة، حاجة ما يختلفش عليها اتنين. الكارتيه، بصوا حتى تصميم الإزازة الأسود اللي بيدل على الأناقة والشياكة. أنا أي حاجة فيها أسود صراحة بتشدني جدا الحقيقة. فهو لو احنا جينا اتكلمنا عن النوتة العطرية بتاعته، بدايتها فروتي. البرفان دوت عايزة أقول لكم من الحاجات، يا رايح الزمن الجميل هفهفي، حاجة كده منتهى الجمال. منتهى الجمال والله. انا بقول لكم او عايزه اوصل لكم المعلومه دي، ان هو تصميم الازازه او تصميم البرفيوم ده دار مجوهرات، بيدل على ان هم ناس يعني. انتوا متخيلين حد بيصمم مجوهرات لما يجي يطلع نوتة عطرية، عارفين تفاصيلها هتبقى عاملة ازاي؟ عارفين لما هتشموه، عارفين ان هتبقى فيه كل المميزات اللي اي ست في الدنيا عايزة تقتنيها في ازازة العطر اللي هي بتشتريها. كل حاجة كل حاجة، فوحان، ثبات. عايزة اقول لكم الفوحان مبهر، يعني فوحان الكارتيه عموما من الحاجات الحلوة قوي. في يعني الاديشن ده، في هو فروتي، في سنة عنبر سيكا، في سنة مسك، في عود، بس العود مش اللي هو العود اللي يجزع، يعني من الحاجات اللي هي ايه، نفحة كده. نستمتع بثبات بالحتة الثابتة اللي في العود دي. فخلى البرفان وداه في حتة تانية. يعني بصوا انتوا عارفين انتوا مسلسل هوانم جاردن سيتي؟ شفتوا؟ انا بحب يعني ايه اوصل لكم المعلومه، او عايزه اعيشكم في النوتة العطريه اللي انا شماها. يعني لان احنا دايما ايه اما بننزل نشتري برفان عموما، يعني بنبقى نازلين على ريفيو احنا سمعناه او اتفرجنا عليه، لكن الرؤية مش واضحة لينا. فانا دايما بحب ان انا اقرب الدنيا شوية، لان انا برضو ساعات كتيرة في النوتة العطرية دي بتبقى متوظفة على حسب دماغ المصمم نفسه. يعني هو بيوديها في الحتة اللي هو عاوزها، فممكن تلاقي نوع برفان
ده فيه ورود وفيه مش عارفه فروتي وفيه وبرفيوم تاني فيه نفس النوتة العطرية دي، بس هما بعاد عن بعض تماما. هنا بقى ده التصميم، ده شغل مصمم العطر نفسه، هو بقى عارف هو بيودي العطر ده فين. فعشان كده انا بحاول ان انا اقرب لكم الدنيا، احاول ان احنا نوصل شوية البرفيوم ده شبه ايه، كل ست شيك. يعني انا هشبهه لو جينا شفتوا انتوا هوانم جاردن سيتي، شفتوا الهوانم وهم نازلين كده بكامل اناقتهم وشياكتهم ورزانتهم دي، هم عارفين ان هم هوانم، هم عارفين ان هم ناس جميلة شكلا ومضمونا. هو بقى هو ده برفان الهوانم، برفان كل ما هو شيك وأنيق ومميز وجميل، فوحان وثبات حاجة كده. تفكرين ليلى علوي في ألف ليلة وليلة زمان لما كانت ملكة كده، اللي هو ألف ليلة وليلة اللي كان فيها الأشكيف والحاجات دي. يا جماعة أنا عايزة أقرب لكم الصورة شوية. شايفين هي كانت جميلة إزاي؟ شايفين هي كانت أميرة، أميرة يعني نازلة بكل حاجة حلوة فيها، شعر، ميك اب، تاج، فستان، الدنيا كلها عندها هانم في نفسها. هو أناقتها بتكمل ببرفان الهوانم ده. هوانم او هانم هتفضل هانم لكل على مر العصور ولكل العصور. يعني هو الاديشن ده من الكارتيه اعتقد كان اصداره في 2015، هم عملوا لحد دلوقتي هم عمالين بيصمموا في عطور. انا بصراحة منبهرة منبهرة منبهرة، وعمري عمري 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 ما هتخلى عن الكارتيه ان هو يبقى موجود في الكوليكشن بتاعي، لان هو حاجة كده من الحاجات اللي ما تتفوتش. يعني لو كل ست شيك ليدي هانم، شفتوا انتوا ليلى فوزي، وشفتوا ملكات وهوانم جاردن سيتي ومديحة يسري والناس الجميلة دي وروايح الزمن الحلوة اللي بتهفف علينا، اهو لكم ان تتخيلوا هي ممزوجة بكل النوتات العطرية، متمزجة ومتوظفة بترقص كده جوه ازازة البارفان دي. انا بنصح بيها جدا جدا جدا. اوعوا تفوتوا الاديشن ده من الكارتيه، فوحان وثبات عموما في المطلق، هو يستاهل كل قرش بيدفع فيه. قابلكم ان شاء الله قريب في ريفيو جديد، واوعوا تفوتوه. قولوا لي بقى رايكم في الريفيو بتاعي. باي باي.